حيوانات تطلب المساعدة. كاد هذا الكلب أن ينجرف مع تيار المياه الشديد هذا ويغرق للأبد، ولكن تمكن ذلك الرجل من القفز بالمياه وإنقاذه في اللحظة الحاسمة. هذا الصقر كان عالقا بالمياه، لذا قام ذلك الرجل بإخراجه منها. هذا الطائر كان يلهث من شدة العطش، لذا وقف في نصف الطريق مجهدا، وعندما وجده أحد المارة قدم له المياه سريعا، ولقد كان ممتنا للغاية. فصل الشتاء لم يكن جيدا لهذا الإيل الذي كاد أن يموت لولا تدخل هؤلاء الأشخاص وتقديم الرعاية الطبية له ليعود للحياة. يبدو أن هذا القطيع قد اختار المكان الخطأ للحصول منه على الطعام، فقد نزلوا إلى الداخل ولكن لم يستطيعوا الخروج، لهذا قام ذلك الرجل بوضع خشبة يصعدون عليها جميعا، وقد تمكنوا حينها من الخروج. لاحظ بعض المارة نباح كلبة بشكل هستيري، وعندما تتبعوا الصوت وجدوا تلك الكلبة على هذه الشاكلة، ويبدو أنها دفنت هكذا عند حدوث أحد الانهيارات للتربة، لذا قاموا بالعمل على الفور في محاولة لإنقاذها. وبالرغم من أن هذا كان من المفترض أن يطمئنها، لم تكف الكلبة عن النباح، وعندما حاول المسعفون البحث في المكان وجدوا أن هناك جراء صغيرة للغاية ما زالت مولودة قد دفنت هي أيضا في الأرض، فقاموا على الفور بإخراجهم وإسعافهم، حيث قاموا بإزالة الأوساخ من عليهم وتدفئتهم حتى تمكنوا من إخراج الأم في النهاية، واجتمع شمل الكلبة وأولادها من جديد. علق هذا الدب داخل هذه العبوة البلاستيكية التي استقرت على رأسه وقتا طويلا، فلم يجد أمامه سوى أن يسبح بالمياه ليطلب من أحد ركاب الزوارق أن ينزع له تلك العبوة، وقد نجح في ذلك. يبدو أن هناك معركة قد حدثت بين هؤلاء الحيوانات أدت إلى حدوث تشابك بينهم، وقد فقد أحدهما وعيه. لقد قام هذا الرجل بفك التشابك ومحاولة إنعاش للحيوان الآخر عن طريق التنفس الصناعي حتى تمكن من إنقاذه. كان الثعبان يحاول الحصول على ذلك الطائر كوليمة لسد جوعه، ولكن تدخل هذا الرجل من أجل فك الاشتباك وإنقاذ الطائر. أعتقد أن الثعبان كان غاضبا للغاية. هذا الإيل كان غارقا في الوحل تماما، وقد كاد أن يموت على هذه الشاكلة لولا تدخل هؤلاء الذين قاموا بإنقاذه عن طريق سحبه من الوحل وتقديم الماء له لإرواء عطشه. أما هذا الحيوان فقد غطى الجليد عينيه، ولولا أن قام هذا الرجل بمساعدته لما استطاع الرؤية مجددا. هذا الدب كان عالقا في شرك، لذا قام هؤلاء بتخديره وفكه وإنقاذه. يقوم هذا الرجل بإعطاء المشروب للثعبان، إنه أمر جنوني. علقت هذه الزرافة في الشباك فاستلقت على الأرض مستسلمة، ولكن قام الرجل بإنقاذها. علق هذا الكلب وحيدا وسط المياه المثلجة، ولكن لحسن حظه كانت هناك سفينة تمر بالقرب منه، وقام رجل من عليها بإنقاذه. لا أعرف كيف وصل هذا الإطار إلى رقبة الزرافة، ولكن سيطر المسعفون على الأمر وقاموا بإزالته من رقبتها. إلى هنا أيها الأصدقاء ينتهي هذا الفيديو. قولوا لي هل أعجبكم؟ إذا كان كذلك لا تنسوا الضغط الآن على إعجاب، وأيضا اتركوا لي تعليقاتكم بالأسفل. ويا أصدقائي إن لم تشتركوا في القناة بعد، اشتركوا الآن وفعلوا الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد، وتبقوا دائما معنا على تواصل. إلى اللقاء.